خبر جيد عن المغاربة. هذا الخبر لم تسمعوه في التلفزيون أو الصحافة أو الراديو، لأنه يتعلق بأشياء جيدة عن المغاربة. استمعوا، المغاربة هم أكبر جالية أجنبية تدفع اشتراكات للضمان الاجتماعي. خذ هذه، ها أنت ذا، خذ هذه أيضا. الآن لحظة واحدة، هناك واحدة. أعتقد أنه يتقاضى راتبا ويعيش في المغرب، وقد حدثت مثل هذه الحالات. دعونا نرى، بس هم يساهمون في الضمان الاجتماعي من خلال عملهم أكثر بكثير مما يحصلون عليه، أي أن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين يعيشون في إقليم الباسك يعملون ويكدحون باستمرار وفي ظروف عمل سلبية للغاية، أيضا لأن الحصول على وظيفة ليس بالأمر السهل. أولا، إذا لم يكن لديك وثائق قانونية، وثانيا، إذا كنت من مجموعة عرقية معينة. كنت أتمنى أن أرى كل هؤلاء الأشخاص الذين يقولون فليعملوا. عندما يتقدم شخص مغربي أو أفريقي لمقابلة عمل، هل سيعطونه الوظيفة ببساطة؟ إذن أول شيء هو ذلك، يأتون للعمل، والأرقام توضح جليا أنهم يأتون للعمل. ثم أود أن أذكر الجميع أنه في المرة القادمة التي يقولون فيها الأولوية لأبناء البلد، الأولوية لأبناء البلد هو ما كانت تقوله لوبان، الأولوية لأبناء البلد هو ما كان يقوله موسوليني، والأولوية لأبناء البلد هو ما كان يقوله حزب هتلر. إذن خطاب يقول إن الأشخاص لمجرد ولادتهم بمكان معين لديهم حقوق أكثر، وآخرون يأتون من الخارج أو عرق آخر لديهم حقوق أقل. فهذا يعني أن لديك خطابا فاشيا، وأن يكون لديك خطاب فاشي يعني أن تكون فاشيا. لحظة واحدة.